بتتابع السكر؟ عارف انك مش لازم تستنى 3 شهور عشان تطمن على العلاج؟ في تحليل اسمه الفركتوزامين بيقول لك مستوى السكر في اخر 2 ل 3 اسابيع بس. تابع الفيديو للنهاية وهتعرف امتى تستخدمه وليه مهم، خصوصا لمرضى السكر والسيدات الحوامل. في تحليل السكر التراكمي النتيجة بتعكس متوسط السكر خلال آخر 3 شهور، وده كويس، بس ساعات الطبيب بيحتاج يعرف تأثير العلاج الجديد في وقت أسرع. هنا بيجي دور تحليل الفركتوزامين. الفركتوزامين بيقيس نسبة السكر المرتبطة بالبروتينات في الدم خلال آخر 2-3 أسابيع، يعني بيدينا تقرير سريع عن سكر الدم في فترة قصيرة جدا، وده بيساعد الطبيب يعرف هل العلاج الجديد شغال ولا محتاج تعديل. التحليل ده مفيد جدا في حالتين أساسيتين: واحد، مرضى السكري اللي غيروا العلاج أو بدأوا نظام جديد، واتنين، النساء الحوامل اللي عندهم سكر حمل وبيحتاجوا متابعة دقيقة على فترات قصيرة. فبدل ما تستني 3 شهور عشان تشوف النتيجة، تقدر تعرفها خلال أسبوعين أو 3. الميزة الأكبر إنه بيساعد الدكتور يتابع فاعلية العلاج بدقة وسرعة، ويقلل خطر ارتفاع أو انخفاض السكر المفاجئ، وبكده تبقى المتابعة أسهل وأأمن. معمل النبيل بنوفر تحليل الفركتوزامين بأعلى دقة وأحدث الأجهزة علشان تتابع سكر الدم أول بأول، وكل ده تحت إشراف دكتور هاني نبيل متري، أخصائي التحاليل الطبية، دبلومة الجودة الشاملة، الجامعة الأمريكية